سلام سلام، مرحبا بكم معايا في مطبخ تما كيتشن. ان شاء الله يكون دخل عليكم العام الجديد بالصحه والرباح والهنا. وانا اليوم حبيت نشارك معكم ونبدا معكم العام الجديد بحاجه حلوه، بهذه التحفه الفنيه اللي راكم ماشيين تعملوا بها حاله في هذا رمضان. طاجين الحلو ولا طابي حلو، من اروع الوصفات اللي جربت. يجي حطه وهمه والبنه بزاف بزاف بنين. وهذا الطاجين يعملوا لكم فورماسيون في الورشات، وجبته لكم حصريا على قناتي في اليوتيوب. وبالنسبه اللي حبت تعتمدوا كمشروع، الحبيبات الغاليات، نمد لكم كامل الاسرار ونعطيكم سعر البيع تاعو. نبداو على بركه الله. تبعوا معي كامل الخطوات وما تزابيو حتى لقطه. هنا نبداو نحضروا الكريمه تاعنا. شوفوا عندي 3 بيضات، ودوك نخلي لكم المقادير مكتوبين تحت في صندوق الوصف. عندي 3 بيضات، نجيبوا كاسرونه. 3 بيضات، عندي 2 صفار وواحده بيضه كامله. عندي 3 بيضات، نحتاجو 2 صفار وحبه بيض كامله. وهذاك البيض نحتفظوا به، نحتاجوه من بعد. وهنا نضيف البيضه الكامله، نضيفوا عليها معلقه تاع زبده ندوبوها. وعندي كاس تاع الحليب عادي. هذه الزبده بعد ما ذوبتها نضيفوها على الخليط تاعنا، ونضيفوا معلقه كبيره تاع الفرينه. شفتوني واش عملت. وعندنا نص كاس تاع السكر سكر كريستاليزي، ونخلطوا كامل المكونات تاعنا مليح مليح بالفوي. طربوا مليح مليح باش هذيك لا كريم ما تجيكمش فيها لي غرومون. طربوا مليح مليح، كيما الاخر عملوها فوق النار متوسطه، وبداو غير تحركوا حتى يتقال معكم الخليط. هذه هي الكريمه اللي تحصلوا عليها. نحيتها من الكاسرونه، عملتها في الطبسي، وغطيتها بالكونتاكت مع فيلم اليمونتير ولا بلاستيك وخليوها تبرد شويه. وهنا عندي مكسرات. شوفوا راني عملتكم بلي ميزور بلو فيغ ميزور تاعي. عندي 200 غرام تاع لي كونكاسي، يعني 200 غرام تاع مكسرات. انا كان عندي خليط ما بين الجوز واللوز والبندق. واللي حبيت تعمل غير الجوز تعمل غير الجوز، واللي حبيت تعمل غير البندق تعمل غير البندق. انا حبيت نعمل خليط ما بيناتهم. صراحه يجي بزاف بزاف بنين. هذا بسكوي خرافي في البنه. نتمنى انكم تجربوه. وخلطوا المكسرات تاعكم مع الكريمه، خلطوا حتى تحصلوا على كريمه متجانسه. فوالا هذا هو الخليط تحصلوا عليه. نخليوها على جنب ونمشيو نحضروا بياض البيض تاعنا. هذاك الزوج البياض اللي فصلناهم على الصفار، نعملوا رشه تاع الملح ونطلعوهم عادي. طلعوه بالباتور حتى تحصلوا على هذا البياض كي الثلج. هذا هو الخليط تحصلت عليه. هنا نمشيو نضيفوا الكريمه تاعنا بالمكسرات على 3 دفعات، ما تضيفوهش تمتم. وخلطوه على في اتجاه واحد بالفوي ولا بالسباتيو ولا باللاماريز ولا. خلطوه ما تكثروش بزاف الخلط صاي باش هذاك البيض تاعكم ما يهبط لكمش. هنا ضيفوا على 3 دفعات كما قلت لكم. وهنا بيان سو تكونوا مسخنين الفرن تاعكم على اعلى درجه. هذا البسكويت طيب لنا من 20 حتى 30 مينوت، يعني ما تكثروش حتى يحمر معكم. دخلوا ان كوردون كي تشوفوه ولا سكين كي تخرجوه ناشف عرفوا بلي راه طايب. وهنا المول اللي طيبوا فيه، انا شريت هذا المول تاع بسكوي صغيور. شوفوا المول ما احترموا هذه القاعده اللي مش نمدها لكم. هاد المكونات اللي عملناهم يجيو في ان مول ولا سيرسو ما يتعداش القطر تاعو 18 سنتيم 18 سنتيمتر. ما تمشيوش تعملوا هذا الخليط في قالب يكون كبير، باسكو البسكوي تاعكم يجيكم فريمون هابط. صاي شوفوا المول تاعي هنا عملت له ورق الطبخ صاي. ومن الاحسن انكم تشريو سيرسو القطر تاعو 18 سنتيم باش يجيكم البسكوي هذاك هو ما عالي بزاف ما طايح بزاف. بصح شوفوا هذا البسكوي بزاف حلب فيه حلبنا، يعني ما تنشبعش. وهنا ايطاليوه بيان بالسطح تاعو بالملعقه
وندخلوه للفرن كما قلت لكم يكون ساخن. وهنا كي تكملوه خبطوا واحد الخبطه خفيفه هكذا باش يتسقم معكم، يولي طبقه واحده. ودخلوه الفرن خليوه يطيب. وهنا شوفوا جبت الفواكه الجافه تاعي. هنا المكونات الاساسيه سي البرقوق، عندنا البرقوق والمشماش والزبيب. هادو هما المكونات الاساسيه في الطاجين في الطابي الحلو تاعنا. هنا نجيو نبخروهم. تكونوا عملتوا ديجا الماء يسخن، بخروهم بعد ما شللتهم نبخروهم. كي تشوفوه تبخر، كي يتبخر غايه نمشيو نضيفوا عليه كي وتقلبوه شغل تحسوه هكذا طري. قلبوه بيديكم تحسوهم اللي طراو هذوك الفواكه الجافه تاعنا. صاي. وهنا نجيبوا مول بعد ما بخرناهم، نجيبوا مول اللي تعملوا فيه باش نخلطوا فيه، باسكو انا ماشي نعملوا له احد المكونات. نضيفوا له معلقه تاع زبده كبيره، نضيفوا معلقه زبده كبيره. شوفوا هذا هو هكذا يعملوا في الورشه، يعني فورماسيون كيكونوا يتعلموه. ما يسلقوش في الماء، لازم الفواكه الجافه تاعنا نبخروها باسكو تبخروها احسن ان تحتفظ باللون تاعها الطبيعي. ونجيو نضيفوا عليها معلقه ونص تاع السكر. وانتوما اللي تحب تزيد الحلاوه تزيدوا السكر، يعني نتوما تحكموا في درجه الحلاوه. وهنا زدت رشه خفيفه تاع مازهر. صاي. خلطوا الفواكه الجافه تاعكم غير بشويه كما تعرفوا راه سخون دونك. والزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. صاي. خلطوا مليح. شوفوا هذيك لابيريونس اللي عطاتني في الفواكه الجافه. وهنا نزيدوا نص معلقه صغيره تاع لافاني بودر، تعطيها حلبنه للفواكه تجي بزاف بنينه. شوفوا هنا هذا هو البسكويت تاعي بعد ما حمرته. شوفوا حطيته في الوسط تاع طبق التقديم. وهنا نجيو نسقيو هذه العمليه جد ضروريه. صحيح. هنا الاناناس، شوفوا اناناس لازم تشوفوا اناناس باسكو نحتاجوه هذاك الجو تاعو ونسقيو به هذا البسكويت تاعنا. كي نسقيو به البسكويت تاعنا يجينا بزاف خفيف وبنين. هو ديجا ما يجيش ناشف، بصح هذه العمليه تزيد له بنه على بنه. انا عطيتكم كامل الاسرار اللي مدوهم في الورشه. هاي لازم تسقيو البسكويت تاعكم هكذا، استعينوا بالبانسو وسقيوه بالجو تاع لي زانانا تجي فيه حلبنا. نتمنى صراحه انكم تجربوه. فوالا. شوفوا هاد الاخر حاولت على قد ما نجم عملته لكم شويه، نحيت بزاف لي زانغريدون اللي غاليين بزاف كيما نوتيلا. كاين اللي يحبوا يزيدوا كيوي سيشي ولا كيوي فري. انا نحيته لكم، ما عملته لكمش، يعني حاولت على قدر المستطاع نعمله لكم شويه، نحي لكم هذوك اللي ماشي ضروريين. كيما نوتيلا ماشي ضروريه، بصح الا كان تعتمدوا كمشروع لازم تعملوا نوتيلا، لانه السعر تاعو شويه ماشي شويه غالي على حسب المكونات اللي فيه غاليين. شوفوا هنا انا كنت عملت شوكولا ماكسون، وانتوما عملوا شوكولا الطلاق اللي تحبوا. شوفوا انا في الاول حطيتها ديريكتوم وهي كانت مليحه دايبه، بصح ما ساعدتش باسكو كما تعرفوا رانا سقينا البسكويت تاعنا بالجو تاع لي زنانه. دونك اللي ما قاعدش تمشى لي نتوما نسخنوها بان ماغي وكبوها باش تجيكم سهله في الليساج، باش كي تجيو تليسيوها تجيكم سهله. ليسيوها هكذا بالملعقه خشبيه ولا سباتول. ليسيو الوجه تاع البسكويت تاعكم بالشوكولا باش يجي المنظر تاعو شباب وبريزونطابل. وهنا نبداو التزيين تاع الطبق تاعنا. جيبوا الزبيب اولا، هو اللي نعملوه على اطراف البسكوي اللي كنا حطيناه في الوسط. كما قلت لكم البسكوي ما طيبوهش في مول، الله يرضي عليكم مول يكون كبير، باسكو هاد المقادير اللي مديتهم لكم يجيو في مول تاع
18 سنتيمتر، ما يديباسش القطر تاعو 18 سنتيم. صحيح احترموا هاد وهنا بعد شوفوا بعد ما عملت الزبيب في الوسط، يعني في الاطراف تاع البسكوي، نجيو نعملوا دروة البرقوق. شوفوا هنا في الاول انا كنت عملت يعني عملت زوج مقابل زوج، قلت انا نبدا نعمر. نتوما شوفوا ما تعملوش هاد الطريقه على خاطر ما يجيكمش متساوي. هنا بداو تعملوا برقوق، عاود تعملوا لي زانانا، تعملوا برقوق عاود لي زانانا حتى تكملوا لاسيت تاعكم كامل داير صاير. صاي انا في الاول عملت هكذا، ولكن بعد ما ساعدتنيش عاود وليت بدلت الطريقه. صاي ما تعملوش هكذا. نصفت انا في الاول، قلت نعاود نولي نزيد نعمل في هذوك الفراغات اللي باولي، ولكن ما ساعدتنيش. نتوما عملوا كما قلت لكم 3 تاع برقوق، وزيدوا حبات على زنانه، نعاود نعملوا 3 برقوق حبات على زنانه حتى تكملوا لاسيت تاعكم كامل داير صاير. فوالا. وهذيك الريحه تاع الفواكه بعد ما بخرتها وزدت لها هذوك الاضافات ستجي فيه حلبنا. نتمنى انكم تجربوا صراحه، والله لا هذا اللي يحمر لك وجهك مع ضيافك ويخليهم شهر كومبلي هما يهضروا على الطابي حلو اللي عملتوه لهم. شوفوا هنا حاولوا انكم وعينيكم هي ميزانكم. هذا التزيين ساهل ماشي واعر ولا غير ما تكون لاسيات تاعكم كبيره. صحيح ما لازمش لاسيات تكون صغيره، لازم تكون كبيره باش الديكور يبان غايه، وبسكوي يجيكم في الوسط، ومام هذاك الزبيب ما يتغطاش خاطر شحال ما كانت لاسيات صغيره ما يجيكمش لازم تجي في الشارع شغل يجي طبق كبير، يجي بزاف منظر تاعو كما تعرفوا العين تاكل بالفم. شوفوا لي الشكل تاعو والله العظيم تحفه فنيه. شوف هنا بعد ما سدفت بالرق تاعي ولي زنانه، نجيو هنا نعملوا المشماش. شوفوا المشماش هنا باش تشكلوا ورده ساهله مهله، تبعوا غير معايا كما هو موضح في الفيديو. هذاك المشماش نجيو نقسموها على زوج، بصح ما تقصوهاش تقصوها على زوج كامل، تخليوها لاصقه مع اختها. صاي وتشكلوا شغل على شكل شريط، تعملوا كيما نعمل 3 حبات في الورده، يعني 3 حبات قسمتهم على زوج، يعني جاوني 6 تاع الورياس كيما حنا نقولوا في الورده. صاي وتشكلوا هكذا ورده، تلموا هكذا بيديكم ونمشيو نغرسوها في الوسط تاع حاولوا انكم تزولوا هذاك تاع الخيوط هذوك تاع البرقوق ونحطوه في الوسط هذيك الدائره تاع الاناناس. صحيح شوفوا كيفاش جات. وهنا ما سرعت لكمش الفيديو غير باش تشوفوا الطريقه كيفاش. صحيح عطيت لكم كامل الخطوات كيفاش، وغير بشويه ما سرعت لكم وما نحيت لكم حتى لقطه، غير باش يجيكم كما اللي جاني بزاف شباب صراحه جا بزاف بريزونطابل. هذا هنا في تلمسان يخدموه سيغ كوموند، بالنسبه لي عندهم يعملوه في الاعراس تاعهم، واللي هذا يعملوه في الخطبات، يعملوه في هكذا كمال ولا يعملوه صراحه يجي بزاف شباب يعني، وعصري نبدلوا على اللي موالفين نعملوها طاجين حلو يعني سامبل. شوفوا هكذا تشكلوا شغل على شكل الشريط، يوم بعد تدوروا حتى تحصلوا على ورده سهله مهله كامل ما تخلعكمش، يعني غير تبعوا الطريقه كيفاش ينجح معكم ان شاء الله ويجيكم كما اللي جاني. وهذا اللي حمر لكم وجوهكم مع احباباتكم وضيافكم. شوفوا هنا خديت لكم اني عملت معكم شحال من ورده غير باش تفهموا الطريقه كيفاش. فوالا ها غادي عملت معكم واحده اخرى، تحلوها هكذا بالسكين وتخليوها لاصقه مع اختها.
نتوما عملوا على حساب. شوفوا كيما هنا المشماش تاعي راه شويه صغير، الا كان عندكم شويه كبير اكتفيو بثلاث قطع قطعوه، ولا كان عندكم شويه صغير عملوا 4 قطع وقطعوهم صافي. يجيوكم 8 تاع الوريضات، 8 تاع الوريضات هكذا صغيورين، وتروليوهم هكذا، دوروهم ونغرسوهم في هذيك الدائره تاع الاناناس في الوسط. فوالا حبيباتي، نتمنى انكم فهمتوني، وساهل ماهل العمده غير على البسكوي. فوالا عاود بريت لكم هذه الاخيره. وهنا نعطيكم اللي حبت تعتمدوا كمشروع هذا السعر البيع تاعو يعني جهه 650 نعملوها. شوفوا الطبق تاعي بعد ما شوفوا الالوان، تناسق الالوان. وهنا نجيو نزينوا بالمكسرات. هادو كنت نحيتهم قبل ما نطحن المكسرات تاعي. نحيو حبيبه تاع قرقاع على حسب ما عملتو، الا عملتو غير الجوز ولا عملتو غير النوا عملوا نحيو حبيبات باش تزينوا بهم. والتزيين كما قلت لكم اللي يحب يزيد لي سوريز كونفيت يعني كيجي بزاف شباب. الكيوي تحبوا تزيدوا الكيوي سيشي وتعاود تبخروه حتى هو تبخروه وتزينوا به. سينو تحبوا تعملوه فري وتزوقوا به من الفوق يجي بزاف شباب. شوفوا لي الالوان، هذاك برتقالي مع اللون تاع الاناناس مع اللون تاع البرقوق والزبيب، صراحه تشكيله والله لا تحفه فنيه. وهنا نجيبوا اللوز نعملوه في وسط تاع البرقوق. والتزيين انا عطيتكم لاباز وانتوما بدعوا في التزيين تاعكم، يعني كما حبيتوا تعملوه اعملوه. كاين اللي يحبوا يعملوا حتى لي فخاز يعملوا لي فخاز، بصح انا هذا هو الطبق الاصلي تاع على حسب ما شفتوا يعملوا في الفورماسيون. دونك هذا هو التزيين صحيح، وانتوما زيدوا بدعوا في التزيين تاعكم، عملوا لاطوش تاعكم. شوفوا انا بعد ما زينت بالمكسرات نجي ونعاود نزينوا المشماش في الوسط باش ما يقعدولناش هكذاك. شوفوا هنا كون عندي حبه تاع النوازات قصيتهم اون دو ونجيو نعملوهم في وسط تاع الورده تاعنا. شوفوا كيش تعطيها حله، يعني شحال ما تزينوا الطبق يولي لكم لوحه فنيه والله. وهنا هاد المكسرات كنت نحيتهم باولي من المكسرات اللي طحنت. وهنا يبقى لكم لو شوا ليكم، تحبوا تعملوا بيستاش تاني تطحنوه وتعملوه يجي لون اخضر تاني كيجي شباب، ولا اللوز ايفيلي، اللوز ايفيلي تاني كيعطيه منظر شباب. وهنا نحيت لكم تاني هذيك الورود اللي يعملوهم في الوسط باسكو يعملوهم بلاباط داموند. هذوك الورود اللي زينوا بهم في الوسط يعملوهم بعجينه اللوز. نحيت لكم انا هذه ونعمل لكم ورده ارتيفيسيال يعني باش ما نصعبهاش عليكم وما يجيكمش بزاف. شوفوا ولا كي تحبوا تعملوا هاد الطابي حلو يعني كل خطره شريو حاجه باسكو المشماش راه فغي غالي واللوز ثاني راه فغي غالي. يعني حاولوا انكم كل خطره تشريو حاجه كل خطره تشريو حاجه، يعني ماشي شرط تشريو الصوالح ضربه واحده. خطره شريو برقوق، خطره شريو مشماش، وخطره شريو اللوز، وخطره شريو قرقاع وخطره شريو لي زانانا. وهذا هو شكل الطبق تاعي في الاخير، التحفه الفنيه واللي ضاقوا عندي كامل عجبهم. هذا فغي حمل لك وجهك مع احبابك وضيافك. نتمنى انكم حبيباتي الغاليات تجربوه وينال اعجابكم وتكتبوا لي تعليقاتكم في لي كومونتير. نتمنى انكم تدعموني بجام ابوني، ونشكركم جزيل الشكر على الدعم تاعكم وعلى التشجيعات تاعكم. وبارك الله فيكم، ونقول لكم نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.